أهلا بيكم في الحلقة الرابعة من 5 مع نشوى. لما كوباية شاي بتدلق على ورق مهم بتحس إن الدنيا باظت، لكن بعد شوية بتلاقي إن أنت قادر تكتب الورق ده تاني ويمكن تكتبه أحسن كمان. وجع الفراق زي عاصفة قوية بتهز كيانك وتسيبك تايه، لكن بعد ما تهدى بتلاقي نفسك لسه واقف على رجليك. المهم إن أنت لحد ما تهدى ما تخليش حد يقولك انت بطل، انت لازم تقوم تقف على رجلك وتعمل بطولات وتوريهم انت مين وانت قادر. لا، انت مجروح وبتتألم زيك زي اي مريض، محتاج تتعافى، محتاج ترتاح. والنهاردة انا عايزة اقولك روشتة للعلاج. رقم 1، ما تكتمش مشاعرك، ما تقاومش الحزن، عبر عن حزنك وعن ألمك وابكي لو عايز. رقم 2، لازم نعرف سبب الألم علشان نقدر نعالجه. والألم اللي بيجي من الفراق بيجي بسبب إن كان في احتياجات معينة أنت بتاخدها من الشخص ده، ولما اتقطعت عنك بقيت حاسس بألم زي اللي عايز مادة مخدرة كان متعود عليها. والاحتياجات دي 3 حاجات. رقم 1 الاهتمام والتقدير، رقم 2 الأمان، رقم 3 الإشباع الجسدي. فاقعد كده مع نفسك وشوف انت كنت بتاخد ايه من الشخص اللي سابك وفارق ده ومش قادر تتحمل غيابه. ولازم تبقى عارف ان لما يجي شخص تاني يعمل لك اشباع للاحتياجات دي بشكل افضل واحسن، انك هتحب الشخص الجديد وتنسى تماما الشخص اللي فات. ما هو الراجل بيتنسي براجل والست بتتنسي بست. ووصيتي التالتة، اوعى تتحبس جوه نفسك، لكن اغرق بكيانك كله في حاجة جديدة. اعمل حاجة جديدة بكلك وتشغل فيها تماما بذهنك، وخلي حواليك ناس كتير. خليك فاكر ان وجع الفراق مؤقت. وفي كتابي الجنسانية بمفهوم آخر اتكلمت ازاي تقيم العلاقة وتعرف من الأول إذا كان الشخص ده مناسب ليك ولا لأ. وفي كتابي اوعى الخازوق اتكلمت عن الحفر والمطبات اللي بنقع فيها في العلاقات علشان ما بنبقاش شايفينها كويس. وفي النهاية عايزة أقول لكم، علشان هو ما يبعدش وعلشان هي ما تزهقش، ما تبقاش عامل زي الأكلة الحلوة اللي محطوطة في التلاجة مستنية حد يجي يدور عليها، لكن خليك عامل زي اللحمة المشوية اللي الكل هيموت عليها وهي بس اللي تقرر امتى هتطلع من النار. بس